بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله الإخوة الأعزاء. في هذه الحلقة الجديدة من فلسفة السياسة والحكم، تعرضنا بعض المفاهيم الجديدة في الحلقات السابقة. اليوم نستعرض مفردة جديدة وهي الليبرالية. حتما كلكم سمعتم بالليبرالية العلمانية. هذه الليبرالية معروفة أنه هي ليبرتي يعني الحرية، والأصل في هذه الليبرالية يعني طلب الحرية للإنسان، حرية الإنسان. في تعريف الليبرالية أنه منهج ورؤية أو فلسفة شمولية لكافة منح الحياة يعني، وناظرة إلى حرية الفرد وأصالة الإنسان في كافة المجالات. من هذا يعني تبين أن الليبرالية تبتني على ركنين وعلى أساسين: الحرية وأصالة الفرد، أصالة الإنسان، إنسان الفرد في مقابل المجتمع. وإذا تركز على الفرد يعني يستلزم المساواة، ويستلزم العلمانية، ويستلزم الديمقراطية، لأنه حقوق الأفراد المجتمع كلها متساوية. هذه ملازمات أصالة الفرد. أما الحرية، الركن الأول الحرية، فالمفهوم من الحرية في الليبرالية متوجه بالشكل أساس للسلطة السياسية والسلطة الدينية. يعني هي منبع هذه قبل في القرن السابع عشر والثامن عشر إلى الثورة الفرنسية والتغيرات اللي صارت في بريطانيا، كلها مبنية على الليبرالية، يعني إعطاء مزيد من الحرية للأفراد، حرية اقتصادية، حرية سياسية، يعني الحد من سيطرة الدولة، ويعني كما يصطلح تقليم أظافر الدولة. الأفراد لهم حق، يعني الحد الأدنى، يعني في الشيء الضروريات، المصلحة العامة تقتضي مثلا، هذه الدولة تتدخل، مثلا في العلاقات الخارجية، حروب، تسلح، الأمن. فهذه شؤون الدولة. غير هذه الأمور لا، أصالة الفرد وحرية الفرد. وفي المقابل أيضا سلطة الدين، سلطة الكنيسة. ولهذا معروفة هذه كلام فولتير، هذا زعيم الثورة الفرنسية، يقول: اعدموا آخر النبلاء بأمعاء آخر قس. فالثورة الفرنسية كانت متوجهة ضد هاي السلطة الدينية والسلطة الزمنية، لأنه الناس في أوروبا، الشعوب كلها ذاقت الأمرين من الاستبداد الملوك، وخصوصا في فرنسا اللي طبقة أكثر الناس كانوا فقراء إلى درجة كبيرة، وبخلاف النبلاء والحاشية والبلاط وكذا كانوا مترفين. وفي المقابل الكنيسة أيضا مترفين، وأموال وعقارات، يعني الفساد اللي حتى اللي دعا لوثر الثورة اللوثرية ضد الكنيسة. فهذه السلطة الدينية وسلطة التحرر من هذين السلطتين. هناك سلطة ثالثة وهي سلطة الرغبات وسلطة الشهوات، يعني التحرر المعنوي.
هنا 3 سلطات عندنا. الحرية في 3 مطلوبة في هذه ال3، لكنه في الغرب لأنه نتيجة الظروف اللي كانوا ظروف قاسية، وكل الأسباب كلها يرونها هذه المفكرين يرونها إما من الكنيسة أو من البلاد، اتفاق يعني وفاق بين الكنيسة والبلاد على حساب الناس والشعب. فالعرفاء أكثر يهتمون بالسلطة الثالثة، السلطة النفسية. أما هذه الليبرالية هسه هذه واضحة إن شاء الله. فالليبرالية عندنا قلنا شمولية، رؤية شمولية، فلسفة شمولية، وكافة مناحي الحياة. عندنا الليبرالية في مجالات مختلفة، الليبرالية السياسية عندنا، الليبرالية اقتصادية، الليبرالية اجتماعية، الليبرالية ثقافية، وهكذا. الليبرالية السياسية واضح أنه كما قلنا تقليم أظافر الدولة والحكومة، يعني الحد الأدنى من تدخل الدولة، والباقي يعني خصوصا في المجتمع المدني كلها أمور بيد الأحزاب، بيد المؤسسات المجتمع المدني، النقابات، هذه كلها. حتى إذا تلاحظون في أمريكا محاكم أهلية، غير مدارس وجامعات ومستشفيات أهلية، محاكم وشرطة أهلية. فالشيء يعني كلها صارت يعني بيد الشعب، بيد المنظمات، بيد المؤسسات. زين، هذه الليبرالية السياسية. الليبرالية الاقتصادية واضح أنه ترك الاقتصاد ليس بيد الدولة، لكنه بيد قانون العرض والطلب، يعني اقتصاد الحر يسموه، الاقتصاد الحر، التنافس الحر بين الشركات. بعد هذه كل واحد هو المدراء الشركات والمصانع هم أعرف بكيفية تسويق بضاعتهم، زيادة الإنتاج، تحسين الإنتاج، هذه كلها بيد الناس أفضل مما بيد الدولة. ثبت يعني بالتجربة، تجربة الاتحاد السوفيتي، أنه مع انفاق كذا مليارات و 70 30 80 سنة لم يفلح الاتحاد السوفيتي في تقوية الاقتصاد، دائما اقتصاد منهار والشركات بائسة، ويعني مصانع كلها بيد الدولة، والناس إذا صارت كلها بيد الدولة وموظفين ما عندهم يعني دافع ذاتي ونفسي عند بحرقة يشاركون. زين، هسه هذه بالنسبة للليبرالية الاقتصادية. الليبرالية الاجتماعية لأنه قلنا أنه أصالة الفرد وأصالة الإنسانوية والمساواة، هذه أدى إلى صعود الطبقات المحرومة والضعيفة والطبقة الوسطى، صار عندهم مناصب، صار عندهم مليارديرية، صاروا يعني بعد هذه الطبقية كانت في زمن النبلاء في القرن الثامن عشر التاسع عشر، يعني كانوا امتيازات عندهم. فلا هذه بالعصور المتأخرة لا، فارق تقريبا زالت. يعني إمكان الفرد العادي أن يطور نفسه ويصير رئيس شركة، يصير رئيس مصنع، يصير من الوجهاء في المجتمع. زين، الليبرالية الثقافية، الحرية الثقافية هي التعددية، يعني لأنه ثقافة وحر، إنسان حر في اعتناق أي مذهب أو مدرسة فكرية أو آراء، ويعبر عن رأيه حر. فإذا صارت عندنا تعددية،
وكل المذاهب صارت محترمة، مو بعض الحكومات مثلا فقط الحكومات العنصرية، مثلا حكومات دينية أو الفاشية، هذني شوف طبقة أو مذهب أو عرق معين يفضل على باقي المذاهب. بينما في الليبرالية الثقافية بوجود هذه التعددية وأصالة الإنسان نفسه، بعد هذه العقائد وأفكار، فالشيء ثانوي صار، لأنه الأصل هو الإنسان واحترام الإنسان وكرامة الإنسان، هذا الأصل. وبقية أنه مو مثلا في الإسلام لا، الإنسان محترم بشرط أن يكون مسلم، وإذا مو مسلم يا درجة ثانية درجة عاشرة، إذا من أهل الكتاب، إذا غير أهل الكتاب يعني كالحيوان يقتل. أما في هذه النظم الليبرالية لا، عندنا أصالة الإنسان نفسه، فلهذا كل الأمور، اللون والعرق والقومية والدين والمذهب كلها صار في شيء ثانوي، فصار تعددية. وهذا بركات العقل النقدي. يعني هاي الحرية الدينية، قلنا الحرية الليبرالية كانت متوجهة إلى سلطتين: السلطة الزمنية للسداد الملوك وسلطة رجال الدين. يعني شنو الحرية هنا؟ الحرية يعني شنو؟ حرية العقل. ذاك الأول حرية الاستبداد، حرية اجتماعية ضد القوانين اللي تحتكر السلطة أو استبداد. أما في هذه الحرية الثانية ضد سلطة رجال الدين، يعني شنو؟ القيود العقل. هو الدين يفرض قيود على العقل، يعني يجب أن تؤمن مثلا في الكنيسة أنه الله ثالوث مثلا، هسه هذا خلاف العقل، مو خلاف العقل مو مهم. يجب أن تؤمن أنه المسيح هو ابن الله، هو الله نفسه. يا بعقل ما يقبل، أو حتى الكتاب المقدس لا يقول أنه أنا الله بصراحة، لا، لازم تؤمن. فهذه، وإذا ما شاء الله عقائد في الإسلام بعد أكثر يجب أن تؤمن بها، فما ماكو مجال حرية العقل، فالعقل مكبل. فالعقل مكبل يعني شنو؟ يعني لا عقل. العقل هو من صفاته أنه حر، يعني العقل وهو الإنسان نفسه حر امتيازا عن الحيوان، حر وعاقل. والعقل يعني شنو؟ إذا صار كمبيوتر، إذا صار كله قيود صار كمبيوتر بعد، لا ما عنده اختيار، انه كل ما يلقن فيه من الصغار تلقين انه التشيع كذا كذا، يكبر يؤمن بهذا، ما عنده حرية. لانه هم خوف من النار بعد الموت يخاف، وهم يخاف من المجتمع، يسقط المجتمع ويصير يعني يبهدله. يعني غير اللي اذا تجرأ مثلا انكر ضرورات الدين او كذا، هذا خاص كافر ويجب ان يقتل، زوجته طالق وكذا. فهذه حتى ما يفكر اصلا. هذا يسموه اورجاني، محمد اورجوني يسموه لا مفكر فيه. اصلا انسان ما يفكر في شيء يخالف مذهبه، لانه خطر. زين، خطر على شخصيته، يسموه على الشخص. الانسان يمكن يصير يتجرأ مثلا ما يدير بال للموت، ما يهتم للموت، لكن شخصيته، هذا شخصيته مو فقط هو، يمكن هو، لكنه على اهله، على اولاده، على كله يعني. فهذه خطر السلطة الدينية. ولهذا الشيخ النايلي يقول الاستبداد الديني أبشع
وأشد خطر من الاستبداد السياسي، لأنه هذا ينفذ للعقل. المستبد، الحكومات المستبدة الدكتاتورية، يعني قيود على الإنسان، ظاهر الإنسان، بدن الإنسان، حتى حروب أو سجن أو تعذيب بدن الإنسان مو عقله. لكن الدين يتغلغل العقل، يكبل العقل بعد ما يفكر. وإذا تكبل العقل تكبل إرادة الإنسان. المساحة الأخرى في الإنسان هي الإرادة، وشخصية الإنسان من عقله ومن إرادة. مساحة الإرادة يعني القلب، اللي كما يقول العرفاء مساحة القلب أو النفس أو الروح. إذا العقل تكبل، الروح أيضا والإرادة، إرادة الإنسان مكبلة تصير. يجب يعني العقل يكبل إرادة الإنسان، بعد ما يمكن أنه يريد شيء خلاف ما يريده الدين. وهذا الخطر يمسخ الإنسان. ولهذا الليبرالية أكثر اهتمامها الحرية. ليش الحرية؟ هذا السؤال. لماذا أن الغرب بشكل عام يهتم بحرية الإنسان؟ وأساسا هي الفلسفة الوجودية أساسا تقول الإنسان يعني حرية. وهذا جان بول سارتر أنكر وجود الله على حساب الحرية، يقول أنا هذا أقول بوجود الله والله هو المسيطر علي، مشيئة الله، فأنا أفقد حريتي، فأنا حريتي أعز علي. فأنكر وجود الله على حساب أنه حر، يقول أنا حرية من ذاتيات الإنسان. وهكذا في الليبرالية. فلماذا؟ لأنه هذه الحرية كما قلنا يعني مو فقط الاستبداد وإنسان ظلم وجور ويرفض الذلة، الخنوع للجائر، لا، هذا الجانب الآخر الخطر. الاستبداد الديني هو إنسان إذا شغل عقله وإذا صار حر، بعد عقله هو يميز بين الباطل والحق في دينه في مذهبه. وهذا المشايخ ورجال الدين يخافون من الحرية، دائما يشوهون سمعة الحرية. والحرية هي من ذاتيات الإنسان أصلا. بلا حرية، بلا الإنسان بلا حرية يعني مو إنسان. حرية هي أصل الكل. ليش؟ لأنه هي حق من حقوق الإنسان، هي بعد من أبعاد الوجودية في الإنسان. مو بس هذه، هي أساسا هي عامل ترشيد بقية الجوانب. مثلا حق الحرية، حتى الرأي وحرية الحياة وحرية العمل وحرية الزواج ومسكن، هذه كلها حريات، حقوق كلها متصلة بالحرية. العقل أيضا ترشيد، لا يمكن ترشيد العقل إلا من خلال الحرية. إذا كما قلنا إذا تكبل العقل بمجموعة منظومة دينية وعقائد ومفاهيم، هذه العقل يصير مكبل ويصير كلا عقل. والأكثر من ذلك إنسانية الإنسان أيضا قائمة بحرية. شخصية الإنسان يعني شنو أخلاقه؟ الأخلاق كما تعلمون، الأخلاق عمدة في الأخلاق، العمل الأخلاقي الحرية. يعني إذا إنسان يعمل عمل أخلاقي جيد بلا حرية، مجبور، هذا ليس عمل أخلاقي. أو يفعل أفعال سيئة مضرة لكنه مجبور، أيضا هم يعني لا يستحق المدح والذم. الذي يستحق المدح والذم على العمل الأخلاقي أو حسن وقبيح لأنه حر. فالحرية أساس العمل الأخلاقي، والعمل الأخلاقي أساس الشخصية، شخصية الإنسان. وهو فرق عن الحيوان، هو لأن الحيوان ما عنده أخلاق، ما عنده حسن، كل ما يفعل بالغريزة. فلهذا ما عنده يعني حسن وقبح ومدح وذم. حتى الذيب يأكل النعجة يمكن يقتلوه، أما الذم والمدح وكذا هذا فقط الإنسان. فشوف أهمية الحرية إلى درجة.
هذا يخافون من عنده جماعتنا رجال الدين، وحتى في الكنيسة اللي صارت عشرات السنين حرب طاحنة مع العلمانيين، مع العلماء، مع الأحزاب الليبرالية، مع يعني صارت الثورة الفرنسية. زين. فالآن في مجتمعاتنا أسهل شيء التكفير. أي واحد يقول فد عمل فد نظرية، حتى النظرية مو مخالف الإسلام، هو رأيه أنه مثلا مثل علي عبد الرازق رأيه أنه، أو النصر حامد أبو زيد رأيه في التفسير في النص أنه يفرق بين النص القرآني وسلطة النص. مثلا ذاك عبد الرازق مثلا يقول أن حكومة النبي علمانية وليس هي حكومة الخلفاء الراشدين. وكل مثلا محمد محمود طه مثلا في الشهيد السوداني أيضا يقول أنه يجب أن نرجع للعهد المكي، القرآن المكي. هذه في الآراء، في الآراء يعني مقبولة، لكنه شوف كلهم صار تكفير أصحابها وقتلوا. هذا محمد طه اعدم بزمن النميري، حكومة الإسلاميين، الأصول الإسلامية، الإسلام الأصولي. زين. فيخافون ليش؟ لأنه إذا تحرك العقل كما يقول لورد أكتون الفيلسوف، يقول إذا دخلت العقلانية انحسر الدين. فيخافون الدين ينحسر. هم يمكن مخلصين، يمكن واقعا يحترق قلبهم على العوام الناس، خاف. لا، في ذاتهم وفي أعماق نفوسهم أنه السلطة، المشايخ عندهم سلطة دينية على الناس. وحتى المنابر، شوفوا لما ينزل من المنبر الناس تبركون به ومليارات وامتيازات فهذا المنبري وخطيب مثلا. أما المراجع فحدث ولا حرج. على كل هذني امتيازات. فالحرية الفكرية والعقل النقدي هذا خطر. هذه بالنسبة إلى السلطة، قلنا 3 سلطات مهمة. السلطة الزمنية، الملوك، الاستبداد، هذه الليبرالية ضدها. وضد السلطة الدينية أيضا، لأنه تتوغل إلى عقل، تكبل العقل. وهناك سلطة أخرى ثالثة تكبل النفس، الرغبات والشهوات. هذه غفل عنها الغرب. هذه اللي قلنا أن العرفاء والصوفية والأديان كلها تركز على هذه، يعني الحرية المعنوية من تسلط الشهوات. هو السلطة نفس السلطة، يعني سلطة دينية أو سلطة زمنية أو سلطة الشهوات. أيضا إنسان يصير عبد لسلطة الشهوات أيضا ينمسخ، أيضا العقل يزول، لأنه إذا الأهواء والشهوات تسلطت العقل يضعف، بعد ما يفكر بصورة صحيحة. شخصية الإنسان أيضا تتلوث، لأنه يصير لا أخلاقي، ويصير حرص وطمع وتكبر وحسد وعداوات، كلها بسبب هذه الحرص وهذه الرغبات، الشهوة والغضب. فهذه سبب الغفلة عن هذه السلطة الثالثة. الغرب يعني أهمل السلطة، يعني ما عندنا هواية تأكيد على محاربة الشهوات والرغبات. ولهذا انحرافات خطيرة صارت في الغرب الآن نشاهدها. ويمكن انحراف في جهتين. أول شيء الانحراف في الأخلاق. الآن اضمحلال الأسرة والتفكك الأسرة والروابط صارت ضعيفة وصارت مصلحية. وهذه
كلها السبب هذه سلطة الشهوات. والثاني الاستعمار. الاستعمار أيضا بسبب الطمع والجشع والتكبر والغرور اللي أصاب الغرب، لأنه أقوياء فهجموا على بلدان العالم الثالث وبعثوا في الأرض فسادا. ولحد الآن هذه بسبب الغفلة عن السلطة الثالثة. ولهذا ينبغي أنه يعني لا إفراط ولا تفريط. عرفائنا والصوفية الأديان ركزوا على السلطة الثالثة، غفلوا عن شنو؟ على الاستبداد. السلطة الأولى والسلطة الثانية رجال الدين. شوفوا كل التاريخ الإسلامي كلها استبداد، مستبدين بني أمية وبني عباس وسلطة رجال الدين. والغرب بالعكس اهتم بالسلطة الأولى والثانية، غفل عن السلطة الثالثة، وكانت النتيجة أيضا اللي ذكرناه. والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم.